السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس رئيس مصر ورئيسي ورئيس كل المصريين. يا سيادة الرئيس، لما فتحنا التلفزيون لقينا سؤال بيقول حملة ممنهجة ضد المستشار أحمد الزين. الموضوع يا سيادة الرئيس بكل صراحة مش موضوع أحمد الزند ولا أي حد من الناس دي. الناس دي رموز يا باشا، الناس دي رموز يا سيادة الرئيس، الناس دي رموز ثورة 30 يونيو، الناس دي رموز ثورة 30 يونيو. ومنهم توفيق عكاشة، ومنهم المستشار أحمد الزند، ومنهم اللي هيجي عليهم الدور كمان السيدة تهاني الجبالي، ومنهم اللي هيجي عليه الدور كمان تهاني الجبالي، غير تهاني الجبالي مرتضى منصور، وغير مرتضى منصور النائب خالد شعبان المحترم اللي انا بقدره وبعزه، ها، واللي هيجي عليه الدور كمان عبد الرحيم علي، واللي هيجي عليه الدور كمان يا سياده الريس الاعلام احمد موسى، وهلم جره مين هيجي عليهم الدور كمان. لو الرموز دي انكسرت يا سياده الريس، لو الرموز دي انكسرت، الرموز دي احنا جينا في يوم من الايام سمعنا لها عشان تنجح ثوره 30 يونيو، وفعلا لولاهم ما كانتش الناس سمعت، والحمد لله سمعنا لهم. لكن مين له المصلحه يا سياده الريس انه يفقد الرموز دي، انه يوقع الرموز دي؟ طبعا الجهه الثانيه اللي هم مين؟ اليساريين والعلمانيين. اللي بيحركهم مين؟ اللي بيحركهم البرادعي ومصطفى النجار. يا سياده الريس، يا سياده الريس، مش معقوله طبعا ثوره 30 يوليو جابت حضرتك. الناس دي لما سمعنا لها وقالوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قلنا تمام، صح، الناس دي بتتكلم صح. لما يكسروا رموزك يا سياده الرئيس يبقى معنى كده ان هم بيخسروك. يا سياده الرئيس، دور ورا الناس دي، احنا عارفين انك بتتعب، عارفين انك بتتعب جامد قوي، وكلنا بنعزك وبنقدرك. ويا رب يا رب يا رب الايام اللي جايه تفضل تستمر في نجاح ونجاح ونجاح، زي السفرات اللي حضرتك عملتها، زي الاقتصاد اللي ظبطته لنا من بعد ما كان هيحصل فيه مجاعه في البلد، والحمد لله وفرت للناس كل حاجه. اقتصاد من جميع الانواع ومن جميع الامور، اقتصاد من ناحيه المواد الغذائيه، اقتصاد من ناحيه مواد البنى، اقتصاد من ناحيه الادويه، اقتصاد من جميع الامور اللي محتاجاها اي بلد توقفها على رجليها. واحنا بنشكرك كلنا، بس مش عايزين المجهود والنجاح ده كله يروح هدر. في ناس بتدور على الفاضي، في ناس بتحاول توقع، في ناس بتحاول تبوظ اللي بيحصل ده واللي حصل ده والنجاح اللي هيستمر وهيحصل. وان شاء الله هتفضل في انتظار على طول يا سياده الرئيس، لان احنا عارفين انت ماشي ازاي. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا فعلا لما بيجي بيخلي واحد يحكم البلد دي بيحكمها بامره هو. ربنا اختارك قبلينا، ربنا اختارك قبلنا يا سياده الريس، وهتنجح ان شاء الله. بس دور ورا الناس دي، الناس دي بتحاول توقع الرموز ليه يا باشا؟ الناس دي بتحاول توقع الرموز دي ليه؟ طب ما لما الرموز دي تقع من سيادتك هتقع، ومش هتقع حضرتك ابدا، ابدا طول ما معاك الشعب المصري مش هتقع، لانك بتستمر في نجاح ونجاح ونجاح. وبالمناسبه يا سياده الريس، الشاب الايطالي، المواطن الايطالي اللي مات ده، دوروا ورا الشاهد، دوروا ورا الشاهد يا سياده الريس. الشاهد ده مزور يا سياده الريس، اضغطوا عليه يا سياده الريس، اضغطوا عليه، هتعرفوا مين وراه، مين وراه وعملوا كده ليه. عارف يا سياده الريس بيبوظوا العلاقه بيننا وبين ايطاليا ليه؟ ها؟ عشان خاطر يوقفوا لنا الحته الرابعه، المكان الرابع اللي هو الجبهه الرابعه. عايزين يوقفوا الجبهه الرابعه من ناحيه البحر عن طريق ايطاليا. يا سياده الريس، انت عندك شعب متعلم وفاهم وواعي. يا سياده الريس، انا بقول لك هتفضل تستمر في نجاح ونجاح ونجاح. انا حبيت ابعت الرساله دي لحضرتك، حبيت ابعتها لحضرتك، يمكن يمكن تعمل حاجه ويوضع سره في اضعف خلقه. واديني مواطن من المواطنين اللي بتحكمهم، مواطن من الشعب. ويا ريت تكون المعلومه وصلت، ويا ريت تكون الرساله وصلت. والسلام للشعب المصري